الحكم على سلمى الشيمي وتغريمها 100,000 جنيه وحبسها سنتين. ناس كتير بعتت لي وقالوا لي انت ليه ما اتكلمتش عن الموضوع ده وليه ما قلتش مش عارف ايه وليه ما بتتكلمش عن سلمى الشيمي. احب اقول لكم انا عامل عنها حوالي 3 4 فيديوهات كده بس قدام، وانا من عادتي اني ما بكررش الرياكت على حد انا اتكلمت عنه قبل كده، عشان ببساطه لو فضلت كل شويه سلمى الشيمي سلمى الشيمي يبقى دي صفحه سلمى الشيمي مش صفحتي. ولو انتوا فاكرين ان الادب هتنتهي بانتهاء سلمى الشيمي او بحبسها تبقوا غلطانين، وادي الدليل. هم لو مش خمرجيه ما كانوش عملوا عبايه بالمنظر ده. ادي يا سيدي اوتفيت العيد 2023 ان شاء الله هيبقى مفتح من كل حته، وان شاء الله هنشوف العبايات ديت على سجاجيد الصلاه في الشوارع عشان ربنا يتقبل. واحنا اتفقرنا من شويه نلبس لهم نضاره الخرابه عشان كده مش نافع، نجيب لهم شبشب الخرابه عشان ايه؟ احنا كده كملنا الكوليكشن. اهلا بكم في الخرابه. الدنيا دي خرابة كبيرة واحنا خربانين صغننين عايشين فيها. ورينا يا ابني. خش هجيبك انا يا زميلي مش هسيبك لو انت كملت انا هطلع منك. هو فين البنطلون؟ فين اللحمة؟ هو العيد جه بسرعة، انتوا مش قادرين تستحملوا يا جدعان 5 ايام ولا 4 ايام ولا 3 ايام؟ بجد للدرجة دي اشتياقكم للعيد؟ انتوا مش معانا في الكوكب ولا الفيديوهات دي بتجيلنا عن طريق الفي بي ان الفضائي؟ اللي احنا جايبين التليفونات دي بفلوس حرام ولا الكلام ماشي ازاي؟ نصيحة تيجي عندي تقلب مديحة، افهم قبل ما تتكلم ياض يا فانيلا شورت مقلم، هنزل تفتخ وعلم هوبا نخت بخر شكلك نايم نمنا مشخر البس يلا عشان خارجين في رمضان في رمضان. خدتوا بالكم انتوا من تخ وطخ اللي ورا ده؟ الناس دي العيد بيجي عندها يوم 25 رمضان 23 رمضان كده. تعرفوا بس الموضوع ملوش علاقه بسلمى الشيمي خالص. كله وليه خش هجيبك انا يا زميلي مش هسيبك لو انت كملت انا هطلع منك. وكله من تحت كده ما فيش اي دفعه من فوق خالص. قبل ما تتكلم ياض يا فانيلا شورت مقلم، هنزل تفتخ وعلم. خدت بالك من لو انت جامد انا اجمد منك دي؟ كلمه واحده بس هرد بيها على كل اللي بتعملوه فيا. مشيت ورا النكسه دي، فخس عليك يا نكسه. كله وليه هيخش بقلب معانا. اخش فين لا مؤاخذه؟ اللي هيخش بقلب معانا مفيش مكان. راسي بسكينتين بطمط وحنا شمال ويمين، كله واقف يابا بيسقف، المشاهد كانت عالصف. اندر ايدي بتداري ايه؟ بتداري ايه؟ جاتك خيبه بتداري ايه؟ بابا فين وماما فين؟ قال لي يكونوا بيتفرجوا عليكي من البلكونه. بالنسبه للمؤاخذه الرجاله اللي في الشارع عادي ولا مفيش في الشارع برضو؟ مفيش في البيت وعرفناها، مفيش في الشارع برضو. انتوا منين؟ انتوا منين طيب؟ يا ولاد اسب الدين واكفر يا جدعان، يا جدعان عيب يا جدعان، والله على عيال وتعبان لكن اطلع ميتين ابوكوا يا جدعان. ناس مني ومن دمي محدش فيهم شال همي، ناس مني ومن دمي محدش. عبايات العيد نزلت يا جماعه، يلا. فخس عليك يا نكسه. لسه مقتنعين برضو ان سلمى الشيمي هي كانت السبب؟ اللي بعده. جيت القاعدة بعد ما حبها القى الشباب يا ما عندها مش واحد سبقها واحد ابو انا شلمها نبضت فرحي مش مظبوطة شكلي والانسه دي بقى طبعا احولت، بدل ما تحط الروج هنا حطيته هنا. هاتي نضاره، هاتي نضاره زي كده، البسي نضاره مش عيب. المهم اننا نعترف اننا نظرنا ضعيف. الخلاصه
الحاجة اللي مش كويسة عمرها ما بتنتهي بانتهاء الشخص اللي كان بيعملها، لان بكل بساطة لو ربطنا الحاجة اللي مش كويسة بالشخص اللي بيعملها وحبسنا الشخص ده او قضينا عليه تماما، كان زماننا عايشين دلوقتي في المدينة الفاضلة. كان معكم عمو ريشة، اللي مش عاجبه العيشة ولا اللي عايشينها. سلام عليكم.